السلام عليكم يا جماعة. اليوم خلوني أخذكم معي في رحلة داخل جن في الموسم الثاني. واحد من المسلسلات اللي مو بس تشوفها للتسلية، لكن يخلي مخك يشتغل لفترة، يخلي أسئلتك تظل معلقة بعد ما تطفي التلفزيون. قبل لا تبدأ المقطع، لايك وشير سبسكرايب، فعل جرس التنبيهات. لازم تعرفوا أن القناة هذه شغالة على دعمكم، فإذا ما كان في دعم راح يقل المحتوى، وإذا كان في دعم راح نحاول قدر المستطاع نجيب أفضل محتوى ممكن. عموما، تكمل الأحداث بعد الموسم الأول. يبدأ الموسم الثاني وقت أمريكا تحت سلطة هوملاندر، بعد ما صار عنده نفوذ كبيرة. ترى ما عاد في بس الجامعة اللي يدرس ويخرج سوبس عادي. الجامعة تحولت لصيغة أقرب لجيش بقيادتها الجديدة، الدين سايفر أو العميد أو المدير سايفر، اللي يشوف أن السوبس لازم يكونون أقوى من مجرد أبطال. لازم يكون عندهم ولاء، تدريب عسكري، ويفكرون أنهم فوق البشر العاديين. شخصيات مثل ماري وإيما وجوردن يرجعون لغادليكن يونيفرسيتي، لكنهم يرجعون في عالم مختلف. قدر كبير من الإنسانية تحت الضغط، ومحاولات لفرض نظام جديد على الطلاب. من الملاحظ أنه الموسم الثاني يزيد التوتر بين الطلاب اللي يصدقوا أنهم جزء لا يتجزأ من الخير، وبين اللي يشوفون أنهم مجرد أدوات. مثلا بعض الطلاب مبسوطين أنهم جزء من النظام، أنهم يكونون بطولة معتمدة من هوملاندر، يحبون الشهرة، القوة والمكانة. في المقابل، ماري وأصدقائها يتحملون الصدمات، يشوفون أن مو كل اللي يلمع ذهب. ومع الضغط تظهر تساؤلات: هل كل قوة لازم تستخدم؟ هل كل من يمتلك القدرة يكون فوق القانون والأخلاق؟ وهل إن الإنسان العادي ما عنده قيمة؟ شيء مهم في الموسم الثاني هو ظهور مشروع السري بروجكت أوديسا من الستينات، والربط بينه وبين الأحداث الحالية. هالمشروع له جذور في الجامعة نفسها، وأسرار تربط من مؤسسي غادليكن وأحداث مأساوية قديمة. هالشيء يخلي المسلسل ما يظل بس في حاضره، بل يغوص في الماضي، في الوراثة، في كيف أن الأفعال القديمة ترجع تأثر على الحاضر بشدة. وش راح يصير لو السلطة تتحكم بالقوة؟ الموسم هذا يعرض لنا الفكرة: لو أن كل اللي يمتلكون القوة صاروا هم من يحددون منهم البشر المفترضين أن يكونوا فوق من. لو السوبس يتحكمون حتى بمصير البشر العاديين، لو المعايير الأخلاقية تهمش، النظام هذا يصير خطير، خصوصا أنه إذا بدأ يستخدم الخوف وترهيب كأداة. وبعد ما تمشي من جن في الموسم الثاني، ترى الحكمة اللي طلعت معي هي أن القوة دون رقابة تضر أكثر من تنفع. لما تكون عندك قدرة خارقة، ولما تكون جزء من آلة أكبر، ما راح يكون كويس إذا ما كانت فيه ضوابط أخلاقية. ولا تثق بالصور الجميلة كلها، الكاميرا، شهرة، الإنجازات، يمكن تكون واجهة براقة، لكن وراها تعب، تضحية، وضغوط نفسية، وتقدر تطبقها على السوشيال ميديا اليوم. الأسرار القديمة حتى ما تندفع بسهولة. قصصك وماضيك حتى لو حاولت تنساها ممكن ترجع لك، وتكون مؤثر على اللي أنت صرت عليه، على اللي تختاره. الاختيار بين أنك تكون جزء من المشكلة أو تكون صوت التغيير. ماري وأصحابه يختارون أنهم ما يقعدون ساكتين، لازم يحاربوا من الداخل، وهذا يحتاج شجاعة، خصوصا لما ما تكون الناس كلها معك. الواقع المطلوب ما هو الواقع المعروض، يعني ما تسكت عن الظلم. لا تظن الشخصيات اللي تحكم تكون منطقهم أو يكون منطقهم مبني على الخوف أو السلطة فقط. الواقع اللي نبيه هو الناس اللي يقدروا الواقع اللي يعني الناس يقدرون فيه يعبرون، يكون فيه شفافية، يكون فيه توازن بين القوة والمسؤولية. ترى واقعنا اليوم في تشابه كبير مع جن في. نسمع عن أشخاص يملكون نفوذ كبيرة، قوة مالية، أو تأثير اجتماعي، ويبدون أنه فوق النقد أو المحاسبة. الإعلام يخلي الصورة براقة، يسوي قصص نجاح، لكن ما تبي تشوف الجانب اللي خلف الكواليس: الضغوط النفسية، التضحيات، الأخطاء، يعني الأشياء كبيرة عشان توصل لهذا النجاح. وكثير من الأحيان الواسطات أو المحسوبية تخلي القوي يستمر بالقوي، واللي بدون نفوذ ما يتحرك لأي شيء. والأسئلة المهمة: إذا صار عندك القدرة أو المنصب، وش راح تسوي فيه؟ هل بتسخره لخدمة الخير، أو تحوله لأداة للجشع والهيمنة؟ المسلسل ما يعطيك نهاية مضمونة لسه. المسلسل أول 3 حلقات له ولا زال مستمر، يخليك تتوقع، يخليك تسأل، يمكن يخليك تشك في كل شيء بعد ما تحسب إنك فهمت، وهذا جماله. السؤال اللي أنا أفكر فيه بعد ما خلصت مشاهدة:
هل أنا في حياتي أختار أكون جزء من النظام اللي يخوف الناس، أو أكون جزء من اللي يسعى يخلي النظام أفضل؟ هل أكون من اللي يقبل السلطة فقط والجاه والمنصب، أو اللي يشوف أن القوة تحتاج إنسانية؟ عموما لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات، ونشوفكم إن شاء الله خير. السلام عليكم.